اسمه الوادي المقدس. سيدنا موسى عليه السلام شاف نار، ولما أتاها لقاها سبب دير شجرة. يعني إحنا أصلاً جينا ومات الدير. دير سانت كاترين سبب وجود قبيلة الجبلية هنا، وسبب بقاء دير سانت كاترين وعامل هم الجبلية. قبيلة الجبلية بدايتها أرسل الحاكم 100 عيلة من 1500 سنة من رومانيا لحراسة دير سانت كاترين. بعد فترة في عائلات تعايش مع الرومانيين اللي كانوا جايين وبنوا قبيلة اسمها قبيلة الجبلية. ادلوا كنايس في كل وادي مدينة سانت كاترين، ولي جناين في معظم الوديان. الشغل بالأساس بتاع القبيلة كانوا لحراسة الدير وللشغل في جناين الدير، والبدو هم اللي ماسكين جناين الدير إلى يومنا هذا. يعني لما البدو عملوا جناين كان بيخش شريك معهم بيساعدهم. هو الجناين، احنا الوديان اللي احنا عايشين فيها الجناين هي حياتنا، روح. ملا أمي ولدتني تحت الجبل عندها هنا وأبوي. علموني هم في الجناين وعلموني في كل حاجة. ملا هم الناس كبروا وراحوا لحالهم، أنا قعدت في الجبل بعيالي وهم صغيرين، وربيت عيالي وعيالي جبتوهم في الجبل ده كمان، في الجبل. شغل الجبلية أغلبه سياحة حاليا. الطرق بدأ لها مدقات معينة يعني معروفة منحورة. اكتسبنا إن احنا عارفين الطرق دي كلها من العيشة بالجبل ومن الناس اللي قبل منا زمان. إحنا من أساسنا وبتوع طرق وبتوع جبال. بلادنا بلاد زوار، يا زاير مع راهب يا راهب زاير، ومن هنا جيت ازاي انت تشتغل بالليل. العيشة في الجبال بتعلمك حاجات. احنا زمان في الشتاء لنا سكنة، وفي الصيف لنا مكان ثاني بنسكن فيه. لازم تكون قريب للمية. كل شتاء كمية المطر اللي بتنزل هم عارفينها نزلت فيها بالضبط، فبالتالي هم بيختاروا الأماكن اللي فيها مية في الربيع عشان يربعوا فيها بالحلال ويجمعوا منها كمية عشب عشان يقدروا يكملوا في الشتاء بالصيف الجاي. في أماكن مية يقول لك مية عد، يعني المية ما بتخلصش نهائي. تلاقي الناس دائما ساكنين عند المية العد. يعني هم اكتسبوا خبرة الأعشاب مع الوقت يعني، وعرفوا إن العشبة دي للمغص، بدي مثلا للصداع، والعشبة دي للعين. كل عشبة عرفوها ليش؟ مع التجربة الكثيرة، وانتقلت الخبرات لي. كان جدي حكيم أصلا، طبيب أعشاب، وما كانش في دكاترة في جنوب سيناء هنا عندنا هنا خالص ولا دكتور. إذا مشيت المدن الصيدلية جنبك يمين وشمال، تمشي في الجبل الصيدلية في الجبل. بالنسبة للي ساكن في الجبل، للرحلات اللي بتروح الجبال، الصيدلية بتاعتهم الأعشاب كلها فيه. ويقول علم البادية له مساريب، والجن كل اللي على الكبد زاحة. قال ندخل على الله كل ما شمشة هتغيب، وكل ما يشقشق علينا صباحة. عن نفاض الجيب هايبين الحق، إن رضيته ما يقول الصراحة.